لو حد قالك قبل كده انتي مش كفاية، أو ضحك على شكلك، أو قلل حتى من تفكيرك، أو قالك هو انتي شايفة نفسك، عايزاكي تسمعيني للنهاية عشان الكلام ده كله النهاردة ليكي وبس. الموضوع مش بسيط. لما الناس تقلل منك أو تحاول تطفي نورك بيكون صعب جدا تفضلي ماشية ومكملة. صعب تحبي نفسك لما كل اللي حواليكي بيخليكي تشكي فيها. بس خليني أقولك الحقيقة اللي يمكن محدش قالها لك قبل كده: حب النفس مش رفاهية، ده أمان، درع، ده المكان اللي ترجعي له لما كل العالم يقسى عليكي. حب النفس مش معناه إنك شايفة نفسك ولا إنك مغرورة لا سمح الله. حب النفس يعني إنك شايفة قيمتك، عارفاها كويس، حتى لو مفيش حد من اللي حواليكي شايفها تبقي عارفاها وواثقة منها. يعني مثلا تحب جسمك حتى لو مش مثالي، تحب ضحكتك حتى لو في حد زمان سخر منها، تحب صوتك وشكلك، طريقة تفكيرك، تحبي نفسك بعفويتك، بخوفك، بحماسك، وبغلطاتك. لما تحبي نفسك هتعرفي تختاري الناس اللي حواليكي، تختاري اللي يستحق يدخل حياتك، وتبعدي عن أي حد بيكسر فيكي حتى لو الحد ده كان أقرب الناس ليكي. أنواع التنمر اللي بنقابله كل يوم: التنمر مش لازم يكون ضربة أو شتيمة، ممكن يكون تعليق ساخر، نظرة استنكار، كلمة بتتقال بنبرة تقلل من قيمتك، أو حتى مقارنة سخيفة بينك وبين أختك، أو بينك وبين صاحبتك، أو حتى فنانة على السوشيال ميديا. في تنمر بيجي من ناس غريبة، بس الأصعب اللي بيجي من الناس القريبة، من العيلة، من الجيران، من زمايلك في الشغل، زمايلك في الدراسة، اللي يقولك هو أنتي لسه ما اتجوزتيش، أو تخنتي قوي على فكرة، أو ليه لبسك كده مش شكله غريب. الكلام ده بيوجع، مش بس عشان جارح، لكن عشان ساعات إحنا نفسنا بنصدقه، وساعات بنردد الجملة دي لنفسنا من غير ما نحس. أنا فعلا لبسي شكله غريب، أنا وشي مليان حبوب، أنا ليه لسه ما اتجوزتش، أنا ليه محدش طايقني، أنا ليه صوت ضحكتي وحش ومستفز. الكلام ده كله بيتردد جوانا وبنصدقه، بنبقى مصدقين جدا إن الكلام ده مش تنمر، ده مجرد وصف. ابدأي تصدقي إنك كفاية زي ما انتي، مش محتاجة تبرري ولا تشرحي ولا تثبتي. حب النفس بيبدأ لما تبصي لنفسك في المراية وتشوفي واحدة قوية حتى لو لسه بتتعلم. أنا اتحجبت في سن صغير، كنت لسه وقتها تقريبا في أولى إعدادي، ما كانش فيه وقتها منتشر بقى بنترست والمواقع، الحاجات اللي انتوا بتتعرفوا عليها ازاي تنسقوا لبسكم مع الحجاب والكلام ده كله. كنت طفلة بريئة حابة تتحجب وشايفة ان ده كان وقته وده الصح. أول ما بدأت ألبس الحجاب كان شكلي فعلا شايفة نفسي مش حلوة، وكل الناس كانت بتتنمر عليه، وكان في أصحابي كتير قوي أنا بشوفهم حلوين قوي، بجد حلوين لدرجة إن أنا بقيت شايفة نفسي مش نافعة لحجاب، أنا هقلع الحجاب. بس قبل ما يأس في حد نبهني الحاجة إن أنا بجد حلوة بكل تفاصيلي، حلوة بشكلي، حلوة بشخصيتي. الحجاب قادرة إن أنا أغير منه عشان أحلي في شكلي وأحبه زي ما هو. مش شرط إن أنا أغير فيه كتير أو إن أنا أقلعه، بس أغير نظرتي ليه وهلاقي نفسي إن أنا بحبه. وفعلا حبيت شكلي جدا، وعمري ما هفكر إن أنا أقلع الحجاب، بالعكس أنا لسه عايزة أقرب أكتر من ربنا. فاختصارا للكلام ده، أنا وقتها فعلا كنت شايفة نفسي وحشة. انتوا عارفين لدرجة إن أنا كل الصور بتاعت فترة الدراسة اللي أنا كنت فيها محجبة أنا قطعتها، كنت شايفة نفسي فعلا وحشة. حاليا محدش يقدر يقولي أي كلمة، حاليا أنا شايفة نفسي أحلى بنت في الوجود. كل ما أبص في المراية بشكر ربنا وبفضل أقول يا رب الحمد لله إن أنا ودي مش نرجسية، بجد أنا بقيت شايفة نفسي حلوة وشخصيتي محلياني كمان أكتر. لازم تبدأي من نفسك، ما تسمعيش لأي انتقادات سلبية. اللي عايز ينتقدك ممكن ينتقدك بشكل بناء، يقولك الله الطرحة دي جميلة قوي عليكي، على فكرة انتي لو عايزاني أساعدك في طريقة لفة تانية أنا أعرف لفات كتير قوي، بس الطريقة دي كمان حلوة عليك. ممكن ينتقدك بشكل لطيف
أو يوجهك بس من غير قوي ما تحسي إن أنت عاملة مشكلة أو عاملة مصيبة في ستايل لبسك أو في أسلوبك أو في كلامك. في حد لسه لحد دلوقتي بيتفاجئ إن أنت لسه لدغة، إن أنت عندك حروف ناقصة، إن أنت مش عارفة تنطقي كلمة معينة. طب قوليلي الكلمة كذا والضحك يبدأ يشتغل. يا جماعة ده اسمه تنمر، اسمه تنمر. ابدأي صدقي إنك كفاية، اعملي حاجات بسيطة كل يوم تقولك إنك تستحق. اكتبي لنفسك رسالة حب، خدي وقتك في الراحة، البسي حاجة بتحبيها مش علشان ترضي الناس، علشان ترضي روحك. كلمي نفسك بإيجابية زي ما تكوني بتكلمي بنت صغيرة ومحتاجة حضن وطبطبة. تقبلي عيوبك، مش معناها إنك تستسلمي لها، لكن معناها إنك تفهميها وتشتغلي عليها بس من غير جلد ذات. أنا شايفة إن أنا تخينة بس ده حافز ليا إن أنا أعمل دايت وإن أنا ألعب رياضة عشان أنا عاوزة أوصل بجسمي للوزن اللي أنا عايزاه، مش عشان الناس ترضى، عشان أنتي تبقي راضية عن نفسك وبس. في ناس مش هتتغير، الناس دي هتفضل تقلل، تنتقد، تتنمر، لكن اللي يفرق هو رد فعلك. قدمي الردود دي لنفسك قبل ما تقدميها للناس. أنا مش محتاجة أثبت لك حاجة، رأيك فيا مش معناه حقيقتي. أنا عارفة أنا مين كويس وعارفة أنا رايحة لفين. مش دايما هتقدري تردي، بس دايما تقدري تصدي بالحواجز، بالتجاهل أو بالخروج من العلاقة المؤذية. كل مرة بتقفي فيها قدام اللي بيقلل منك بتكبري. كل مرة بتقولي لأ على حاجة انت مش قادرة تستحمليها أو إهانة، برضه هتكبري في نظرك وهتتعلمي إزاي تحبي نفسك وتقدريها. المجتمع هيحكم دايما، هيقولك تخسي، وبعدين لما تخسي هيقولك شكلك بقى مرهق وتعبان، هيقولك اتجوزي، ولما تتجوزي ما خلفتيش ليه لحد دلوقتي، ولو خلفتي هيقولك مهملة ليه كده في شكلك بعد ما خلفتي. لو فضلتي تجري ورا رضا الناس هتضيعي نفسك وتضيعي عمرك. رضا الناس مش غاية، رضاكي عن نفسك هو البداية. امتى أعرف إن أنا بدأت أحب نفسي؟ لما تبقي شايفة نفسك وتبتسمي، لما تبطلي تقارني، لما تعرفي تختاري مين يفضل ومين يخرج من حياتك، لما تعملي حدودك وتحميها، لما تبقي طيبة لكن مش على حساب نفسك، لما تقولي أنا كده ودي مش حاجة تقلل مني. هتعرفي كويس إن انتي بقيتي بتحبي نفسك ومتقبلاها. رسالة أخيرة لكل بنت بتسمعني، لو حد قالك إنك مش كفاية، أنا هنا عشان أقولك انتي كفاية وكفاية جدا. انتي جميلة حتى لو مش شبه اللي على الانستجرام والفلاتر اللي انتي بتحطيها. انتي قوية حتى لو بتعيطي طول الليل على حاجة بسيطة قوي. انتي تستحق حتى لو الناس مش شايفين ده. انتي ليكي مكان في الدنيا بصوتك، بشكلك، وبطريقتك، وبكاريزمتك اللي يمكن انتي لسه مش عارفاها. فوقي وافتحي قلبك لنفسك، اعرفي ان اللي بيحبك بجد عمره ما هيقلل منك ولو لحظة، وإن اللي يتنمر عليكي مش معناه إن انتي ناقصة، هو نفسه ناقص. حبي نفسك وامشي مرفوعة الراس لأنك فعلا تستحقي. كانت معكم نوران مدكور من بودكاست طاقة. أشوفكم على خير، ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة واكتبوا لي كلمة حلوة، بحبكم جدا.